يحكى أن ملك المغرب الحسن الثاني الراحل رحمه الله جمع جنرالاته وأبلغهم بوجوب وقف حرب الرمال التي وقعت بين المغرب والجزائر عام 1963 والتي استمرت 29 يوما. ولكن أحد الجنرالات احتج على وقف الحرب، وكان هذا الجنرال هو زوج شقيقة الملك. احتج على قرار وقف الحرب وطلب أن يستمر توغل الجيش المغربي داخل الأراضي الجزائرية. هنا نظر الملك إلى الجنرال وقال له بصوت كقصف الرعد: زوجناك الأميرة، هذا لا يعني أننا زوجناك المملكة. رباط استيقافنا في بلدنا ابن الوزير يصير وزير ونص، وابن النائب نائب ونص، وابن الرئيس رئيس ونص، وابن رئيس الوزراء رئيس وزراء ونص، والدولة يحكموها هم وعوائلهم وعشائرهم، ويعتبرونها ورثا لهم وللخلفوهم. يا وطني. مع السلامة.